مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. النهارده بقى هنعمل الليفت بطريقه سهله وسريعه وبسيطه، ان شاء الله هتعجبكم. هنا بقى معايا الليفت. ماما جابت كده الليفت، وهتبداي تشيلي فيه اي حاجه فيه يعني مش حلوه يعني، تنضفيه كده كويس. طبعا الليفت مفيش اسهل منه في التخليل بتاعه، بس اهم حاجة انك تنضفيه كويس وتغسليه كويس جدا وتديله حقه في الغسيل بتاعه وتسيبيه منقوعة. بصوا زي ما انتم شايفين الليفت بتاعي كان طازة وجميل جدا ما شاء الله. هتبدأي بقى تشيلي فيه زي ما انتم شايفين الحاجات اللي هي متكونش حلوة في الليفت بتاعنا. طبعا بقى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. الفيديو النهارده جميل ان شاء الله. كمان مش هنعمل الليفت بس، ده احنا كمان هنعمل محشي ورق الليفت. بجد كانت حاجه جميله جدا وهتعجبكم. شوفوا بس ايه الطريقه في الاخر. خلينا النهارده نعمل الليفت وزي ما قلت لكم ما تنسوش بقى تحطوا لايك. وكده زي ما انتم شايفين هبدا ان انا ايه، نشيل اي حاجه في الليفت بتاعي. وهو مش دبكه ولا حاجه زي ما قلت لكم يعني. اهم حاجه بقى، بصوا انا بعد ما عملناه سيبناه كده في الميه حوالي نص ساعه وازيد كمان، يعني عشان يبقى في اي طينه كده زي ما انتم شايفين الطينه دي تنزل بسهوله. سبته، بعد ما سبته هنبدا بقى نغسله. مسكته تحت الحنفيه، غسلته كويس جدا، وبعدين هتبداي بقى تقطعي التقطيعه اللي انت عايزاها. في بقى التقطيعه اللي هي بالسكينه اللي هي مشرشره دي، بس بصراحه بتعور وموضوع يعني، فاهميني؟ فبصراحه يعني احنا ايه قطعناه كده على طول بالسكينه، والتقطيعه دي احنا بنحبها اللي هي تكون صوابع طوليه كده. بنحب التقطيعه يعني، بتكون جميلة في اكلها وحلوة. ماشي، عشان ما نعملش دبكة يعني، ولا نعمل موضوع عشان نقطع لفت وكده. طبعا ودي حرية الاختيار، ممكن انت تقطعي بالطريقة اللي انت عايزاها. ماشي. بصوا اللفت بتاعي من جوه ابيض جميل جدا وطعمه جميل جدا ان شاء الله لما جربوه. اهو زي ما انتم شايفين برضو. وانت بتعملي لو لقيتي اي حاجة شيليها. طبعا هو هيتغسل تاني لسه، هو مش معنى ان انا غسلته مش هنغسله تاني، لا لسه هيتغسل مرة كمان. لازم زي ما قلت لكم تغسلوه كويس جدا. اهو زي ما انتم شايفين هبدأ ان انا بقى ايه، اهو زي ما انتم شفتوا كده في حاجة مش حلوة شلتها على طول، لان انتي لو قطعتي كده وخلاص واحدة هتبوظ لك البطرمان كله. فعلى ايه، لا انتي تجنبي اي حاجة اخرى. اهو بصوا بقى هنا بعد ما غسلته بقى زي الفل، بس هبدأ انقله كده في طبقين عشان يعني ايه، اعرف احط الملح بتاعه واحط الحاجات بتاعته. بصوا هتحطوا لكل كيلو من اللهم صل على النبي اللفت معلقه من الملح. فانا معايا 9 كيلو من اللفت ما شاء الله. طبعا انتي ما تعملي الكميه اللي انتي عايزاها. احنا عملنا 9 كيلو من اللفت لان كلنا بنعشق اللفت. وقرون الفلفل دي، قرون الفلفل دي مش هتديكي حرقيه او حاجه حار يعني في اللفت بتاعك، بس دي ده حافظه، ماده حافظه لللفت بتاعك. فانت هتحطي لكل كيلو لفت معلقه ملح، ماشي كده. وهتحطي الفلفل ده، او عندك شطه مطحونه عادي حطي الشطه. بصوا يا جماعه، وسبناها يوم كامل، سيبنا الملح مع اللفت مع الشطه يوم كامل، ده كان تاني يوم. بصوا الميه اللي نزلته اللفت كانت كتير جدا جدا جدا. شطفناه، اشطفيه بقى كويس قوي قوي يعني. افضلي اشطفي فيه مره واتنين وتلاته كمان عشان ريحه اللفت دي تروح معاكي خالص. وزي ما انتم شايفين اللفت معايا شمعه منوره كده، شمعه منوره كان نضيف. ونضيف كده اهم حاجه. ماشي. هبدأ احط اللفت طبعا والقرون كده زي ما انتم شايفينها معاه. قرون الفلفل مش مدياله يعني ايه سبايسي قوي يعني، هو حاجه بس عشان ماده حافظه لللفت بتاعك. زي ما انتم شايفين جمال البطرمان، واهم حاجه تغسليه وتعقميه برضو كويس. معايا هنا بقى ميه. هنشوف. بصوا يا عم عامله بطرمانين كبار ما شاء الله وبطرمان صغنطوطي. معايا الميه دي ميه اهم حاجه تكوني غلياها وسبتيها تبرد نهائي نهائي خالص. هتحطي 3 معالق من السكر، وبعدين هتحطي برضو معلقتين من الملح. وبعد كده الميه دي يا جماعه انا كنت حاطه فيها بنجر تمام كده. الملح هو اللي احنا حطيناه 9 زي ما قلت لكم، 9 معالق ملح عشان معايا 9 كيلو. الملح الاولاني اللي احنا حطيناه ده حطيناه عشان ينزل لنا الميه اللي مش حلوه، ونص كوبايه من الخل. والبنجر زي ما قلت لكم انا غليته مع الميه وشلته خلاص. احنا خدنا بس. وكمان ما تخليش البنجر يغلي مع الميه كتير اللي هو يديك اللون الاحمر قوي ده. بصوا اللون الميه بتاعتي وردي جميل جدا، عشان يطلع لك اللفت بتاعك وردي، يكون مش اللي هو الاحمر الجامد ده الغامق، لا. هيطلع اللفت معاكي وردي وجميل جدا. طبعا انا بقى بعمل فيديو
دلوقتي يعني بنعمل بقى ايه اكله جميله كده، طاجن صعيدي على اصوله ما اقولكوش اللي عرفه يقول لي بقى طاجن ايه. ماشي. وهنطلع كمان من اللفت، انا كنت عاملاه كده بقالي حوالي 3 ايام او 4 ايام، فهفتح عليه عادي واخد منه لانه استوى. ماشي. هو استوى معايا. فانا هتشوفوا برضو في الفيديو بعد ما استوى جماله كان عامل ازاي. هتبدأي بقى ان انتي تحطي كده المية، وما تحطيش مية كتير عشان هو هينزل معاكي برضو مية. وهنبدأ نقفل. بصوا بقى، هتسيبوه كده يوم كامل. اقلبي كده البطرمان تمام عشان كله يتاخد مع بعضه. هنسيب بقى اللفت وتخليله. بصوا بقى، هتعملي التسبيكه بتاعتك عادي، المحشي هتعملي المحشي والخضره وكله. بصوا ورق اللفت يا جماعه بجد تحفه. ورق عنب اكنك بتاكلي ورق عنب بالظبط. احنا واحنا بنشتري اللفت بقى جبنا بقى من الراجل ايه ورق لفت. ماشي. بصوا شكله. هترصيه زيه زي وبتسلقيه تمام. اهم حاجه، بس اهم حاجه قبل ما تسلقيه تغسليه كويس عشان بيكون فيه طينه كتير. تغسليه وبعدين تسلقيه، هو مش هياخد اي وقت معاكي في السليق. وبعدين هتبداي تحشيه زي ما انتم شايفين. وكمان عملنا فلفل رومي بقى وفلفل سبايسي كده، وهتبداي ترش رشه من التسبيكه فوق المحشي بتاعك. ماشي. اللهم صل على النبي. تعالوا بقى نشوف الميه هحط بقى ملح، وهحط كمان فلفل اسود مع شويه كمون. التسقيه اللي احنا بنسقيها للمحشي عموما. عندك بقى دبس رمان، بس انا يا خساره يا خساره يعني ما لقيتش عندي دبس رمان فما حطيتش دبس رمان. فهحط ليمون دلوقتي. هحط ليمونتين، هحط ليمونه كده اقطعها طرنشات فوق ورق اللفت. وبعدين هعصر برضو ليمونه كبيره في الميه بتاعتي دي زي ما انتم شايفينها. وبجد طعمه كان خرافة خرافة يا جماعة، جربوها. يعني اللي مجربش ورق اللفت ده لا، زيه زي ورق العنب بالظبط، جميل جدا واكله لذيذ لذيذ لذيذ. هبدأ بقى اللي انا اسقيه كده زي ما انتم شايفين. وبعدين هبدأ اولع عليه بقى على نار عالية، واول ما هيبقبق كده معايا زي ما هتشوفوا دلوقتي هوطي النار واسيبه يغلي بقى. وبعدين تعالوا نشوف بقى ايه جبنا ايه كمان معاه. زي ما انتم شايفين انا اهو كده سقيته السقه الكامل بتاعه لغايه اخر صباع وخلاص كده. ماشي. هبدا بقى اعصر كمان ليمون. بصوا بصوا كان ميزز وطعمه تحفه. ويا سلام. بس يعني هي خساره كبيره بصراحه ان احنا ما كانش عندنا دبس رمان. بيفرق يا جماعه فرق العنب والكلام ده، بيفرق دبس الرمان. وكمان حطيت شرايح الليمون. بص جمال الحله جميله. بص البكبكه بقى والقمر والكياته كيوت. تعالوا بقى نشوف الجمال بعد ما خلص. بصوا عملنا شوية كفتة كده في البيت على طول، وقطعنا عليها خضرة عشان الخضرة مع الكفتة بتكون جميلة جدا. وادي جمال المحشي، وكمان عيش بقى كده مفقع. ياه 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 ياه. بصوا 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 جمال ورق عنب ورق عنب. ما تنسوش تحطوا لايك، وباي باي.